مشكلة الإنسان مع الله سبحانه وتعالى سببها الوحيد هو حب الدنيا. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وقد ورد أيضا عن الحسين سلام الله عليه قال: كأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل. أصلا دنيا ماكو. ليش الحسين عليه السلام قال كأن الدنيا لم تكن؟ لأنه من وجهة نظر أهل البيت عليهم السلام الدنيا وهم لا حقيقة فيها. فإذا كانت الدنيا عبارة عن وهم حينها سيكون التمسك بها من قبيل التمسك بالسراب، كمثل السراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. إذن الدنيا لا حقيقة فيها ولا وجود لها أصلا، وإنما الشيء الموجود هو الصور الوهمية المنعكسة من النفس الأمارة بالسوء، وإلا في الحقيقة لا يوجد دنيا أصلا، لا يوجد دنيا بالنظرة الواقعية، لا يوجد دنيا. ولذلك يقول في الحديث: إن الله لم ينظر إلى الدنيا. شوف، ما قال إلى الأرض، الأرض لها وجود طبعا، ولكن الدنيا: إن الله لم ينظر إلى الدنيا منذ أن خلقها. وحينما نقول لم ينظر إلى الدنيا يعني ماكو دنيا أصلا، لأنها لو كانت موجودة لرآها الله سبحانه وتعالى. وبما إن الله سبحانه يعلم السر وأخفى وهو لا يرى الدنيا، إذن الدنيا عدم. هاي مختصر مفيد. هذه النظرة هي نظرة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ونظرة أولياء الله سبحانه وتعالى، هم ينظرون إلى الدنيا بهذا المعنى.